أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس المدرب الشخصي المعتمد من ICSA باللغة العربية. النهاردة هناخد شابتر 5 ألا وهو بعنوان Concepts of Biomechanics، يعني مفاهيم البايوميكانكس وميكانيكا الحركة في الجسم، وده باختصار العلم اللي بيدرس ازاي الجسم بيتحرك من منظور ميكانيكي، سواء بقى قوة، حركة، زوايا. عشان كده بالمواضيع اللي هندرسها النهاردة، رقم 1 Define the vocabulary terms for anatomical position and movement. وهنا هنعرف بقى بعض المصطلحات الخاصة بالوضع التشريحي بتاع الجسم وحركات الجسم، وهنفهم مصطلحات زي أمامي، خلفي اللي هو posterior، flexion، تاني، فرد، extension، abduction، adduction، والحاجات دي وازاي نستخدمها صح. أما رقم 2 هناخد explain Newton's law of motion. طبعا هنشرح هنا قوانين نيوتن للحركة، وهنعرف القوانين دي ازاي بتفسر حركة الجسم، سواء بيتحرك وبيقف مرة واحدة في تغيير اتجاهاته وتأثيرها على الجسم بتاعنا. أما رقم 3 describe the classes of levers and give example of each within the human body. وهنشرح هنا أنواع الروافع وندي مثال لكل نوع منهم في جسم الإنسان، زي رافع الدرجة الأولى، رافع الدرجة الثانية والثالثة، وإزاي العظام والمفاصل بتشتغل أصلا كروافع. أما رقم 4 بقى explain the key concept of muscle as the movers of the body. هنشرح المفاهيم الأساسية لدور العضلات كمحرك يعني للجسم، وهنفهم ازاي العضلة بتنتج الحركة، ايه هي أنواع الانقباضات ودورها في الثبات والحركة أثناء أداء حركة معينة. فورقة وقلم بقى ويلا بينا نبدأ الحلقة. بداية كده ايه الفرق بين مفهوم البايوميكانكس والكاينيسولوجي، عشان في ناس ساعات بتخلط او بتتلخبط ما بينهم. علم الحركة اللي هو الكاينيسولوجي وهو دراسة حركة الجسم البشري بكل تفاصيلها، يعني بنركز ازاي الاعضاء والعضلات والمفاصل بتتحرك، تمام زي ما هو واضح، والزوايا بتاعتها. الهدف هنا نفهم الحركة سواء بقى ابدكشن، ادكشن، الكلام ده كله من منظور وظيفي وعملي. زي لو جسم عايز ينط هو بيمشي، العضلات اللي بتنقبض ومسؤولة على الكلام ده. يعني لو ادي لك مثال، لو بندرس مثلا علم البايوميكانكس، فاحنا عندنا هنا ازاي الركبة دي بتحصل لها انقباض واحنا طالعين على السلم مثلا على سبيل المثال، فده علم الايه؟ الكاينيسولوجي. يعني تقدر تقول علم الكاينيزولوجي هو علم الحركة نفسها، مين بيتحرك وازاي وليه الحركة دي اصلا مهمة. اما علم البايوميكانيك بقى اللي هو ترجمته الميكانيكا الحيوية، وده بقى تطبيق قوانين الفيزياء والميكانيكا على الجسم ده، وده بهدف ان انا افهم ايه هي القوة اللي بتأثر على الجسم واستجابة الجسم ليها. نفهم مثلا العزم اللي هو تركو عزم الدوران، لو انا مثلا هرمي حاجة المسافة بعيدة قوي، ايه هو العزم؟ لو انا مثلا هعمل روتيشن، لو انا مثلا هشوط الكورة بميلة معينة. تأثير الفيزياء والميكانيكا دي وتأثير الفسيولوجي اللي بيحصل على الجسم، لان مثلا لو انا عايز احسب حساب قوة عضلة البايسبس اللي مطلوبة الرفع دمبل عند زاوية معينة، هبدأ من هنا بس، فابتدي اقسمها بقى قوة، وهنشوف القوانين دي كلها ازاي بنطبقها. هتقولي مهمة ليه الحاجات دي؟ هقولك ببساطة من حل أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way, through Zainab to nutrition.